حلقات البصل المقرمش اللي بناكلها في كنتاكي في المطاعم المشهورة هنعملها النهاردة في البيت بأبسط طريقة، وهقول لكم على سر لونها الذهبي الجميل وازاي القرمشة بتاعتها والكفر بتاعها مش هينزل مننا في الزيت. حطوا بقى عليها كاتشب أو أي صوص انتوا بتفضلوه، جميلة جدا وطرية من جوه وطعمها هيجنن. تعالوا نبدأ ونسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا جبت حبتين من البصل، أنا استخدمت هنا البصل الأحمر، تقدروا تستخدموا البصل الأبيض زي ما انتوا حابين. أهم حاجة إن البصل يكون كبير علشان يطلع معانا كده الحلقة بتاعته كبيرة وتاخد الكفر بتاعها. وهبتدي ان انا اقطعها كده حلقات وافرغ بقى كده البصل بالحلقات بتاعته عشان يطلع معايا حلقة حلقة زي ما انتوا شايفين. نيجي هنا بقى للبقسماط، انا هستخدم هنا نوعين من البقسماط. النوع الاولاني اللي هو دوريتوس، يعني انا سميته كده بقسماط، هستخدمه كده ككفر، هيديني كفر حلو جدا. استخدمت منه الحار عشان بيبقى لونه احمر وبيديني كده نتيجة حلوة جدا ومقرمشة. وده هنا البقسماط العادي اللي احنا بنجيبه من عند العطار، ويفضل ان احنا نستخدم البقسماط اللي هو بيكون خشن عشان يدينا كفر تخين شوية. نيجي بقى نستخدم بعد كده الطبقة التانية لحلقات البصل المقرمش. جبت طبق وحطيت فيه كوباية من الدقيق، عليهم بضاية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كوباية الا ربع من الحليب او من اللبن. والحليب هنا انت بتطلعاه عادي من التلاجة مش دافي ولا حاجة. وهضيف له البهارات، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ورشة من الزعتر الناشف بيديني نكهة حلوة جدا. هقلب بقى كل الخليط ده مع بعض لحد ما احصل كده على عجينة متماسكة وتخينة شوية، وهو ده السر اللي هيديني طبقة تخينة حوالين البصل وان شاء الله مش بتنزل مني في الزيت وبتبقى متماسكة فيها. هنزل بقى هنا بحلقات البصل على الخليط اللي احنا عملناه وهصفيها كويس جدا. بعد كده هحطه في الدوريتوس وهقلبه واغلفه من كل الجوانب علشان ما تبقاش فيه حتة وحتة لأ، وهيطلع معايا بالشكل ده. بصوا بقى هنا اللون مديني على اورنج شوية علشان انا مستخدمة الدوريتوس الحار، واللون الحلقات هنا بتختلف حسب نوع البقسماط اللي احنا مستخدمينه. بس زي ما احنا متفقين اللي احنا كل ما استخدمنا حاجة تكون خشنة، بقسماط يكون خشن يكون افضل، بيديني كده قرمشة حلوة. هاخد بقى الطبقة التانية هعمل فيها نفس الحكاية على الخليط اللي احنا عملناه، وبعد كده هغلفها كويس بالبقسماط وهركنهم بقى هنا على ورق مناديل او في طبق لحد ما اخلص كل الكمية. هجيب بعد كده طاسة على النار، على نار متوسطة، وهحط كمية كويسة من الزيت. وأول ما الزيت يبتدي يغلي معايا بدرجة حرارة متوسطة، يعني ما يغليش قوي ما يسخنش جامد، وعشان ما يتحرقش وفي نفس الوقت ما يبقاش بارد علشان أول ما انزل بالبصل الكفر بتاعه ما ينزلش فيه. ومش هقلبه للناحية التانية إلا ما ياخد لون على الناحية الأولانية، وهطلعه أصفيه على مناديل ورق ويطلع معايا بالشكل ده. بصوا بقى شكله عامل ازاي، الكفر بتاعه تخين ومقرمش، وطبعا مش بيحلى غير بالصوص المفضل بالنسبة لكم. أنا بحب هنا أحط عليه الكاتشب وبجد طعمه جميل جدا. بصوا بقى من جوه كده طري والنكهات اللي فيه جميلة جدا. أتمنى إن انتوا تجربوه وتقولوا له ايه رأيكم في التعليقات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.